كان في واحد الزمان راجل سميتو بلعام بن باعوراء، كان عالم كبير وعارف اسماء الله، حتى الدعاء ديالو كان مستجاب. ولكن بلعام ما استفدش من علمه، كان عايش وسط ناس طغاة كيحاربوا الحق. وفاش جا موسى عليه السلام برسالة التوحيد خافوا من الناس لا يتبعوه، فمشاو لبلعام وقالوا ليه دعي على موسى وقومه. بلعام في الاول رفض، لكن بداو كيغريوه بالفلوس والهدايا والمناصب حتى قبل ووافق. طلع لواحد الجبل وبدا كيدعي على موسى، لكن الله سبحانه قلب عليه الدعاء وبدا يخرج من فمه دعاء لفائدة موسى. بلعام تخلع وبغى يعاود الدعاء، لكن ما بقى فاهم والو، ولا كل ما بغى يدعيه بالشر يخرج من فمه الخير. ربي غضب عليه وحرم عليه حتى الرجوع لله. وضرب به الله المثال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صدق الله العظيم. سورة أعراف آية 176. العلم بلا تقوى ما كينفعش، واللي يبيع دينه من أجل الدنيا كيتحول لمثال في الفشل.